نور الدين هو من بين السكان المتضررين من جراء مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدها حي العتيق الواقع قبالة جبل سيدرغيس ببلدية أم البواقي. استبشر خيرا بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بالتكفل الفوري بالمتضررين. بفضل ربي ورئيس الجمهورية اللي خذا قرار صارم للناس اللي هلكتهم من الفيضانات، ومن بينهم احنا سكان حي مسجد العتيق. تكفل بينا مسيو الوالي، ربي يحفظه ويطول عمره. عائلات قاطنة في سكنات غير لائقة تضررت بشكل كبير جراء الأمطار الرعدية، فتقرر ترحيلها إلى سكنات جديدة، وهي العملية التي أشرف عليها ميدانيا السيد سمير نفلة والي ولاية أم البواقي وسط أجواء مميزة. تم إعادة إسكان هذه العائلات بالنسبة لنا بالحي العتيق، والذي كان يمثل نقطة وبؤرة للفيضانات. كذلك هناك عدة عائلات أخرى تم إحصاء أكثر من 219 عائلة على مستوى جل بلدية الولاية التي تعرضت للفيضانات، مثل قصر صبيحي، بير شهداء، ولاد زواي، سوق نعمان، فكيرينا، الضلعة، وكذلك عدة بلدية أخرى. واش نقول لك، ما نقدر نحكي لك كل شيء ما وانا عندي زوج ولاد معوقين، يعني الحمد لله كيهم محيين. نشكر السيد الوالي، ونشكر رئيس الدائرة، نشكر رئيس البلدية، والحمد لله يا ربي كيفرجوا علينا وفرجوا على المؤمنين الكل. المتضررون المستفيدون أشادوا بقرار السلطات العليا في البلاد، فيما وقف والي الولاية وبحضور المصالح المعنية على سير عملية إعادة إسكان العائلات المتضررة من التقلبات الجوية.